من حبال الغسيل وحتة قماشة قديمة هنعمل احلى ديكور ترند. بس تابعوني لاخر الفيديو وانتوا هتنبهروا بالنتيجة، كلكم هتقوموا تعملوه. بس قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد حسنات، وما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش الاشتراك في القناة. زي ما انتوا شفتوا كده انا جبت حتة قماشة قديمة، اي قماشة موجودة عندك، وهبتدي اخد النص بالظبط. ومعايا خيط، انا جبت الاول اللون الاحمر وهبتدي اثبته على القماشة من النص بالظبط. انا جبت الوان معينة عشان انا عايزة اعمل الكوسترات اللي طالعة ترند ديت، اللي باشكال الفواكه، يعني بطيخة، اناناسية، موزاية. انتي بقى اي فكرة تعجبك ممكن تجيبي الالوان اللي تنفع عليها. انا كده عملت، انتوا اكيد كده عرفتوا هعمل ايه. هعمل اللي هو الكوستر البطيخة. جبت اللون الاحمر ولفيته زي كده. بس اهم حاجة ان انت كل ما تلفي كل تحطي ايديكي على الكوستر عشان ما يبقاش زي الطبق كده. الفكرة سهلة جدا وبسيطة ومش هتكلفك اي حاجة. يعني هي لفة الخيط ديت حوالي فيها 10 ب15 جنيه، وبتتباع عند اي واحد بتاع منظفات. ولو انت بتشتغلي شغل المكرمية، الخيوط دي اكيد هتبقى موجودة عندك. بس انا طبعا عشان شغلي هاند ميل فحبيت اجيب حبال الغسيل ديت اتوفر عليا، وفي نفس الوقت فيها كل الالوان اللي موجودة اللي مش هتكلفك كتير خالص. انا حطيت لونين بس، صفين بس من الخيط الابيض، وهعمل 4 صفوف من الخيط الاخضر. انا الاشكال دي عجبتني جدا وسألت عليها لقيتها غالية، فانا قلت ما اعملهاش ليه وانا صغيرة. وفعلا جبت كذا لون من حبال الغسيل ديت، وهنزل لكم كل فيديو طريقة كوستر شكل. يعني النهاردة نزلت البطيخة، بعد كده هنزل الاناناسية والموزة. والله انت ممكن تعملي منه مشروع وتبيعيه كمان. وبعد ما خلصت هساوي كده بالمقص، هقص الكوستر ده بقى ينفع مفرش ترابيزة، تحطي له تعليقه كده وتعلقيه يبقى ديكور شكله حلو في المطبخ. وما نسيتش طبعا اللب بتاع البطيخه، كان عندي خرز اسود صغير بالشكل ده، بقيت انطوره بطريقه عشوائيه. نسيت ما اصور لكم الحته اللي انا بقفل الطرف دوت بحته جلد صغيره او اي حاجه موجوده عندك. وكده الكوستر بتاعنا خلص. شفتوا الجمال؟ ممكن نستعمله بقى مفرز زي ما قلت لكم، نحط عليه الحاجات السخنه، نحط له تعليقه ونعلقه. وادي اخر الفيديو معانا، وادي الفكره بتاعتنا البسيطه النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي عليها لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.